أهلا وسهلا بكل متابعي جريدة وموقع القضية 24. معكم عبد الله الأنصاري، مراسل معتمد ومسؤول جهوي بالقضية 24. أسئلتي سأوجهها مباشرة إلى السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة. أشير إلى أنه بين قوسين تحية لكل المراسلين. حديثي لا يطال المراسلين مع احترامي لهم جميعا، مراسلي جميع المواقع والجرائد الوطنية، لأن قضية المراسلين موضوع آخر سأتطرق إليه لاحقا إن شاء الله، وأبين الصعوبات وأبين كيف يعيش المراسل الصحفي على الأقل هنا بمدينة بن حمد بالقلعة الصامتة. أسئلتي قلت موجهة إلى السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة، إذ كيف يعقل سيدي الرئيس أن يصدر بلاغ إلى الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية والمحددة في الإجازة أو دبلوم المعهد العالي، في حين نجد أن العديد من هذه البطائق تسلم أو سلمت لأشخاص لا يتجاوز مستواهم الابتدائي أو الإعدادي، ضمنهم مجموعة من مدراء الجرائد. وهنا بيت القصيد: مدير الجريدة من المفروض حسب المادة 16 من قانون 1388 توفره على الإجازة على الأقل. إن مثل هذه السلوكيات نعتبرها في جريدتنا حربا ممنهجة ضد مقاولة إعلامية يشهد لها بالكفاءة والنزاهة والخط التحريري المتميز، وفي نفس الوقت فهي تسيء لصورة مؤسسة المجلس الوطني للصحافة المفروض عليها مؤسسة المفروض عليها أن تتعامل بترفع وعدم خرق مبدأ المساواة بين الصحفيين وتشجيع ودعم الأيادي النظيفة، وليس محاربة الملكيين الذين كانوا دائما مع القضايا الوطنية ويمتلكون غيرة مهنية. إن إدارة جريدتنا لم يسبق لها أن استغلت الصحافة من أجل الابتزاز أو استغلال القضايا الإنسانية أو التطرق للتفاهة من أجل البوز. أولم يكن حريا بمؤسسة المجلس الوطني التعامل بنوع من الذكاء والمرونة والإيمان باختلاف الفكر كحقيقة ثابتة في دولة الحريات تحت الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله وأيده؟ وقد أخذت جريدتنا على عاتقها كشف المستور من خلال هذه العملية التي نعتبرها عملية انتقامية ستسجل في تاريخ المجلس. وسأعود لاحقا للحديث عن المراسل الصحفي الذي تناضل جريدتنا وإدارة جريدتنا خصوصا من أجل الرفع من قيمته كفاعل أساس في تنمية قطاع الصحافة الإلكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.